السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جاية اكلمكم عن ساندويتش ميكر بلاك اند ديكر. هو 1400 واط. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزاكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا، هو بيجي بالشكل ده كده. هو بيبقى معاه وشين، يعني وش للسندوتشات ووش تاني اللي هو بيبقى بتاع السمبوسة ده. نزل منه واحد جديد. بيجي بثلاث وشوش. الوش الإضافي ليه اللي هو بتاع الوافل. أنا برضو جبت جهاز الوافل لوحده علشان ده ما كانش معاه القطعة بتاعت الوافل اللي موجودة في الجهاز الجديد. هوريكم الجهاز من جوه والقطع بتاعته و تعالوا نفتحه مع بعض. بصوا، هو الجهاز بيجي بالشكل ده كده، بيبقى متركب فيه وش من الوشين اللي بيجوا معاه. طبعا كل الاجزاء دي بتتفك من الزرارين دول، واللي تحت برضو اهي ليها زرارين. بتفك الاجزاء دي لو عايزه تغيريها او عايزه تغسليها وبترجعيها تاني. طبعا بيبقى ليها طريقة غسيل، يعني بتمسحيها بمناديل كده وبعد كده بتشطفيها تحت المية، يعني بتخلعيهم تشطفيهم تحت المية بشوية صابون وخلاص. ولا بتستخدمي ليفة ولا سفنجة ولا اي حاجة، عشان الحاجات دي بتبقى خفيفة جدا، فعشان ما تتقشرش معاكي لازم طبعا نحافظ عليها. هوريكم برضو الوشوش التانية اللي بتيجي معاه. وعايزة اقول لكم ان هو بيجي بفيشة كده ثلاثية، انتي بتركبي له الفيشة الثنائية اللي هي بتاعتنا، علشان هو يعني بيبقى جاي بالفيشة دي. بصوا كده، ده شكله لما بنشيل الوش اهو شيلته. ولو عايزة تركبي الوش التاني بتركبيه. متهيألي دي بتبقى من الناحية التانية، بتركبيه كده تمام. طبعا بنركب التاني اللي هو ده بنفس الطريقة الناحية التانية. بصوا، هو انا عملت بالوش ده حاجات كتير جدا. عملت اللي هو سندوتشات سوري، وعملت توست، وعملت حاجات كتير قوي. فهو تحفة قوي قوي. الوش ده لسه ما استخدمتهوش، فممكن بعد كده لما استخدمه لو عملت فيه حاجات ابقى اصور لكم وكده. بس هو تحفة جدا. والوات بتاعه حلو قوي وبيسخن، يعني بيحمص الحاجة بطريقة كويسة. فبنصح اي حد بيه. وكمان يا ريت لو تجيبوا الجديد بتاعه اللي هو بيبقى 3 وشوش، عشان ما تضطروش تجيبوا جهاز تاني للوافل، يعني يبقى عندك كل الاجزاء اللي انت محتاجاها في جهاز واحد. هبقى اعمل لكم ريفيو تاني عن الجهاز بتاع الوافل اللي عندي. وده كده شكل الجهاز وهو مقفول. يا رب يكون الريفيو بتاعي عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. واشوفكم في فيديو جديد.